الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم وبارك على المبعوث رحمة وهداية للعالمين. لا زلنا مستمرين في برنامجكم أشراط الساعة، ومن أشراط الساعة الصغرى التي أخبر عنها النبي صلى الله عليه وسلم كثرة التجارة وفشوها بين الناس حتى تشارك النساء فيها الرجال. فقد روى الإمام أحمد عن عبد الله بن مسعود رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال: بين يدي الساعة تسليم الخاصة وفشو التجارة حتى تشارك المرأة زوجها في التجارة. وقد وقع هذا الأمر بوضوح، فقد كثرت التجارة وشاركت فيها النساء الرجال، وافتتن الناس بجمع المال وتنافسوا فيه. وقد قال صلى الله عليه وسلم: والله ما الفقر أخشى عليكم، ولكني أخشى عليكم أن تبسط الدنيا عليكم كما بسطت على من كان قبلكم، فتنافسوها كما تنافسوها وتهلككم كما أهلكتهم. ومن أشراط الساعة يا أحبة التي أخبر عنها الصادق المصدوق كثرة الزلازل. فعن أبي هريرة رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: لا تقوم الساعة حتى تكثر الزلازل. وعن سلمة بن نفيل رضي الله عنه قال: كنا جلوسا عند النبي صلى الله عليه وسلم، ثم ذكر الحديث وقال فيه: وبين يدي الساعة موتان شديد وبعده سنوات الزلازل. وقد قال ابن حجر رحمه الله تعالى: قد وقع في كثير من البلاد الشمالية والشرقية والغربية كثير من الزلازل، ولكن الذي يظهر أن المراد بكثرتها شمولها ودوامها. ويؤيد ذلك ما رواه عبد الله بن حوالة رضي الله عنه قال: وضع رسول الله صلى الله عليه وسلم يده على رأسي أو على هامتي فقال: يا ابن حوالة، إذا رأيت الخلافة قد نزلت الأرض المقدسة فقد دنت الزلازل والبلايا والأمور العظام، والساعة يومئذ أقرب إلى الناس من يدي هذه من رأسك. ومن أشراط الساعة الصغرى التي ذكرها الحبيب صلى الله عليه وسلم ذهاب الصالحين وقلة الأخيار وكثرة الأشرار، حتى لا يبقى إلا شرار الناس وهم الذين تقوم عليهم الساعة. ففي الحديث عن عبد الله بن عمرو رضي الله عنهما قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: لا تقوم الساعة حتى يأخذ الله شريطته من أهل الأرض، والشريطة هم أهل الخير وأهل الصلاح، فيبقى فيها عجاجة لا يعرفون معروفا ولا ينكرون منكرا، وهم الذين تقوم عليهم الساعة، وهم شرار الناس وأراذلهم ومن لا خير فيهم. وهذا يكون عند قبض العلم واتخاذ الناس رؤوسا جهالا يفتون بغير علم. وعن عمر بن شعيب عن أبيه عن جده عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال: يأتي على الناس زمان يغربلون فيه غربلة ويبقى منهم حثالة، قد مرجت عهودهم وأماناتهم واختلفوا فكانوا هكذا، وشبك صلى الله عليه وسلم بين أصابعه. كانت هذه بعض أشراط الساعة الصغرى، وللحديث بقية. أترككم في رعاية الله، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.